بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. إخواني الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من طريقة رفع النزاع في باي بال ضد المواقع النصابة. كما تشاهدون الآن أمامكم الغيست دي بروبليم نون ريزولي. سنتابع المرحلة الأولى التي قمنا بها. سنأتي ونضغط على هذه كونسلتي ليتا أو ريبوندي. سنرى هل تم الإجابة من طرف الموقع النصاب على الميساج، على الرسالة التي أرسلناها إليه. وليكن في علمكم إخواني الأعزاء، يجب عليكم أن تحتاطوا، لأن الباي بال سيرسل لكم رسالة يقول لكم إن لم ترفعوا النزاع، يعني أن تقوموا بريكلاماسيون قبل هذا الوقت، قبل هذا يحدد لكم التاريخ. إن لم تقوموا سيقوموا بإغلاق النزاع. كما تشاهدون إخواني الأعزاء، هذا هو النزاع الذي رفعناه، وأرسلنا رسالة إلى الموقع النصاب لكي يجيب لنا عن الأسباب التي جعلته يقوم بما فعله. نضغط على أفيشي. كما تلاحظون إخواني الأعزاء، لا يوجد هناك إجابة. ما سنعمله الآن، سنأخذ هذه الرسالة. أنا سأخذ هذه الرسالة كما أرسلتها إليهم من قبل وسأعيدها. أنتم ستختارون الرسالة التي تريدون أن ترسلوها إلى باي بال. أنا هذه الرسالة تكفيني لكي أسترجع المال الذي تم النصب عليه من طرف هذا الموقع. سنضغط هنا على ترانسفيرمي سو ليتيج او ريكلاماسيون او بري دو باي بال. نضغط هنا هذه الأيقونة، نأتي إلى هنا سيليكسيوني موتيف، نضغط على نختار هذا الخيار الثاني، بافونير اكوردي افيك لو فيندو افون دو سينالي سو ليتيج. نضغط على هذه الأيقونة، أختار الخيار الثاني ونضغط على هذه الأيقونة، نكتب رسالتنا هنا ونضغط على ترانسفورمي او ريكلاماسيون او بري دو باي بال. نرفع النزاع إلى باي بال وهو سيتكلف بالأمر. هكذا إخواني الأعزاء، كما تلاحظون votre litige a été transféré aux réclamations. Pour que nous puissions traiter la réclamation, vous devez agir comme indiqué ci-dessus. Sur le statut du dossier et attendre un nom défini, retourner aux gestion des litiges, essayez de visualiser la réclamation. Nous vous donnons 5 minutes afin de connaître les prochaines étapes. أنا كيعطيوك كيتصيفطوا لك هاد الميساج هذا كيما قريناه. سي فوز افي ريزولي سو بروبليم، إلا تحل البروبليم راه كدير انيلي، سواء لو فوندور انه حل معك هذاك الموقع حل معك البروبليم، كدير انيلي. إلا توصلتي النتائج ديالك ولا شي حاجه بغيتي تموديفي لي موتيف، راه ممكن تموديفيه من هنا. هذا إخواني الأعزاء ما أردت أن أشير إليه لأنه، ولكن احتاطوا إخواني الأعزاء، إن فاتكم الطريق الذي أرسل لكم إليه باي بال بأن تقدموا ريكلاماسيون إلى باي بال ولم تقدموا، فسيقوم باي بال أوتوماتيكمون بإغلاق النزاع. لذا احتاطوا، ستتوصلون بإيميل. لماذا؟ عندما ترسل إلى أنا ألاحظ بأنه من الأحسن عندما ترسل الرسالة إلى لوفوندو، يعني تعمل كما عملنا في الحلقة الأولى، وبعد 4 أيام أو 5 أيام ممكن أن ترفع النزاع إلى باي بال وتترك باي بال يقوم بعمله ويسترجع أموالك التي نصب عليك من طرف ذلك الموقع. وشكرا إخواني الأعزاء على متابعتكم، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.